السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. طبق تقليدي معروف وتيجي لذيذ وشهي وناجح من اول مره، اللي هو لحم الراس بالحمص والعنب اليابس. كيجي خطير في المذاق، وعشاق الاطباق التقليديه غيعجبهم هذا الفيديو. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، التعليق والبارطاج ديال الفيديو باش يستافدوا الجميع. كنحتاج كميه على حسب عدد الافراد ديال اللحم الراس ديال البقري، وما كنحدوش كميه لان كل واحد والطاقه ديالو وكل واحد شنو تيبغي. كميه من الحمص انا ما كنعبرش، انا والله الا عيني ميزاني في هادشي. راه الحمص تقريبا مرتبط بالحمراس، ممكن دير 250 غرام ديال الحمراس، فممكن ديري نص كيلو ديال الحمص تيجيو معاه. المهم نقوع ليله كامله باش يكون يطيب دغيا. انا عندي القزبر ومعدنوس والثومه، العنب يابس غسلته ورقدته في الماء. وانا نقول لكم الطريقه شنو تنديري باش نغسلو. بصله كبيره مشلضه رقيقه، وعندي شويه الزعفران شارف، شويه الماء. كنحتاج كميه من الزيت بلديه، ما كنديرش الزيت روميه لان هو ميدم. اللحم راس ديال البقري كيكون ميدم. بغيتو ديروا بيناتهم ما عنديش مشكل، يعني اللي يعجبكم على حسب الاستطاعه ديال الانسان. حيت انا ما عزيزش نكلف على الناس خصك ديري هذه ضروري الطبق ما ينجحش، لا فليتي تفضلي. انا كنحط اللحم في الطنجره ديال الضغط. طبعا هذا يطيب في الطنجره ديال الضغط لانه ما يمكنلكش طيبيه في كامله، كيتعطل باش يطيب. كندير البصله، كنزل القزبر ومعدنوس والثومه فوق الحيمات، وكنضيف هنايا هذاك الزعفران شعر اللي عندي، وكنزيد انا شويه الماء لان جاني قليل. ومن بعد كنضيف هنايا هاد كاس ديال الاتاي، ماشي ديال العنبه، راه تقريبا فيه غير لاروب ديال كاس لاروب ديال الزيت بلديه. هنا كنضيف الزنجبيل، الكركم، شويه التحميره وشويه البزار وشويه القرفه. والا كانت عندكم القرفه عواد من الاحسن باش تجيكم لاصوص ما تجيش كحله شويه. هنا كندير هاد حبوب الهيل او كنسميهم حنا في المغرب عقله، كيعطي واحد المذاق زوين. الا ما كانوش ماشي مشكل، كيجي طبق ناجح. المهم انا كيعجبني داك الذوق ديالو. كنزلو فوق النار مهيله مع شويه الماء حتى كيتشحر مزيان كما كتشوفوا. قربت لكم الكاميرا حتى كيتشحر مزيان هذوك الحمات. من بعد هنا كنضيف اول مرحله، كنضيف نكون عندي الحمص طبعا اللي غسلته ونزلو. وهاد العنب اليابس كنغسلو انا بالماء وخماره ديال الحلوى. عقلوا على الماء وخماره ديال الحلوى كيخرجوا كاع الشوائب منه، تيولي نقي ما شاء الله. المهم الطريقه راه عندي فيديو ديالها في الانستغرام. كنزل الماء مغلي، من الاحسن ما ديروش بارد. نتوما عارفين كاع اللي تيطيب في كوزينه عارف بان الماء سخون احسن من الماء بارد. المهم الماء كيكون كافي اللي غيقدك فاش ينضج لك اللحم مع الحمص. ما ديريش شويه باش ما يتحرقش ليك. هنا اخر مرحله كندير الملحه، ممكن ديرها في الاول غير انا هنا نسيتها. احتاج مني تقريبا 45 دقيقه باش وجد ليا. كنحل عليه الكوكوت. هنا كنلقى باقي لاصوص، وباقي لاصوص ما اختارتش، كنخليه بحال هكا غير مغطي شويه الكوكوت حتى كيتقال ليا مزيان. هذيك الصوص كتقال، وكندوق الملحه، كندوق كلشي ديالي، وكنقدمه بالصحه والراحه. صراحه طبق تقليدي بنين شاهي وتيشبع، وانا من عشاق الاطباق التقليديه. الناس كيديروا داك يعني مره كتاكل شي حاجه عاديه، ولكن التقليديه كيبقاو الفيسا كسكسو هادشي كاع كامل التقليدي انا كيعجبني. نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. انا ما طولتوش بزاف، وما تنسونيش من اللايكات، التعليق ديالكم الا عجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع الاحباب ديالكم، وجربوه. المبتدئات غينجح معكم من اول مره. نخليكم في امان الله، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. ما تنسونيش من اللايك والتعليق. السلام عليكم، الله يعاون.